كوكا أو بيتزا كوفار، مرقة بدون زبدة التوريق، وصفة بزاف بنينة، ننصحكم تجربوها. عندي كاس حليب وملعقة صغيرة خميرة الخبز وملعقة صغيرة خميرة كيميائية، ونضيف نص كاس زيت. نخلط المكونات كامل ونزيد حبة بيض كاملة ونكمل نخلط، ثم نضيف الفارينة وملعقة صغيرة تاع الملح. ونطمها بالعقل حتى نتحصلوا على عجينة متماسكة. نعجنها شوية حتى تولي لنا ليس. ونقطعها على 4 قطع متساوية الحجم، ثم نشكل كريات بهذه الطريقة. ونخليها ترتاح حوالي 10 دقائق. نرش الفارينة على سطح العمل ونفتح العجينة تاعي ونعاون روحي في كل مرة بالفارينة. من بعد نديرو مارغرين تكون طرية ونستعملو البانسو ونمشوها بهذه الطريقة، ثم نجيب طبقة ثانية ونحطها فوقها. ونزيد لها المارغرين بنفس الطريقة ونطبقها على شكل برية كما راكم تشوفوا، ونخليها ترتاح في الثلاجة حوالي 20 دقيقة. ونعمل نفس الشيء بالقطعتين المتبقيتين. ثم نروح نحضر الحشو اللي هي تكتوكة بسيطة اللي موالفين نديروها كامل. في مقلة ندير شوية زيت نباتي وزوج حبات بصل مقطعين إلى قطع متوسطة الحجم، نخليه يتقلى. من بعد نزيد عليه 3 حبات طماطيش يتقلاو معاه، والتوابل اللي هما ملعقة صغيرة كل من فلفل أسود عكري وملح وشوية زعترة. نزيد نص ملعقة كبيرة من طماطم مصبرة، واللي زدت لها نصف فنجان ماء باه نحلها اختياريا. ثم نغطي عليها ونخليها تطيب. من بعد نجي نفتحها ونفرشها في السنيوة. نسقم الأطراف وندير التكتوكة اللي كنت حضرتها من قبل، ونوزعها على كامل العجينة، وندير الفرماج ونغطيها بالعجينة الثانية. نسقم الحواف نقطعها مثلثات وندهنها بالبيض ونديرلها الزيتون من الفوق، ونديرها تطيب على فرن كان ساخن من قبل على 200 درجة لمدة حوالي 30 دقيقة. كما راكم تشوفوا كوكا تاعي جت بنينة وشابة بهذا الشكل الدائري. نتمنى تجربوها وتعطوني رايكم، وما تبخلونيش بجام والاشتراك في القناة باش تشجعوني للمزيد. وتقدروا ثاني تتابعوني في مواقع التواصل الاجتماعي، ونتلاقوا ان شاء الله في وصفات اخرى. سلام.